في أوائل القرن العشرين مهندس فرنسي اسمه فرانز ريتشلد لاحظ إن أغلب حوادث الطيران كل الناس اللي فيها بيموتوا ومفيش أي احتمالية نجاة نهائي. ففكر يعمل بدلة عاملة زي الباراشوت عشان ينقذ بيها حياة الناس، وفضل يشتغل عليها لسنين، وكان شايف إن هي من أعظم الاختراعات اللي موجودة في الوقت ده. فرانز لما خلص البدلة قرر إن هو يجربها، بس قال إن هو مش هيجربها على دمية وهيجربها على نفسه هو شخصيا، واختار برج إيفل كمكان للتجربة. وجه يوم التجربة والناس كلها كانت متجمعة والشرطة كانت متوترة جدا، بس ثقة فرانز كانت محسساهم كلهم بالأمان. فرانز طلع البرج ولبس البدلة ونط من فوق، بس للأسف البدلة ما فتحتش ونزل فرانز من فوق ومات في نفس اللحظة. ناس كتير قالوا على فرانز مجنون، بس اللي ما يعرفوهوش إن فكرته دي كانت النواة لاختراع الوينج سوت اللي أنقذت حياة الملايين. بس تفتكر بقى فرانز كان غبي ولا كان مغرور بزيادة ولا كان شجاع؟ استنونا الفيديو الجاي عشان نتكلم على اختراعات أغرب وأغرب وأغرب. سلام.